هل لاحظت إنك بدأت بسرعة تحس بالإرهاق وتبتعد عن الآخرين؟ أو إن في حياتك أشخاص بيحسسوك دايما إنك متوتر أو قلقان؟ أو شخص معين مش قادر تتصرف على طبيعتك في وجوده، والشخص ده مش غريب، ممكن يكون صديق، شريك، أو حتى حد من العيلة، أو إنك كل ما تتكلم مع الشخص ده بيحسسك إنك دايما غلطان. دي كلها علامات بسيطة إنك واقع في علاقات سامة. النهاردة هنتكلم عن إيه هي العلاقات السامة من كل الجوانب، وهنعرف يعني إيه علاقات سامة، إيه هي علامات العلاقات السامة، وتأثير العلاقات السامة على حياتك من الناحية النفسية والجسدية، واللي ممكن يفضل معاك سنين. والأهم من كده هشارك معاك خطوات عملية عشان تلحق تهرب باللي باقي من كرامتك. ويلا بينا نبدأ بالسؤال الأول، يعني إيه علاقات سامة؟ العلاقة السامة دي ممكن تكون أي علاقة، حب، صداقة، زمالة، أو حتى مع قرايبك. في العلاقات اللي زي دي بيكون الطرف التاني بيسبب لك ضرر، وبيسحب طاقتك وصبرك، وبيخرجك عن شعورك، وبيتلاعب بالمواقف وبإحساسك، بحيث يخليك تشعر إنك مقصر معاه وإن العيب والمشكلة فيك، ودايما بيخليك تتنازل عن كرامتك علشان تستمر معاه. أو باختصار في عدم توازن بالعلاقة دي، بحيث يكون إن في طرف بيدي الطرف التاني هو بس اللي بياخد. على سبيل المثال ممكن يكون صاحبك اللي دايما بيستغلك، أو مديرك اللي بيقلل منك قدام زمايلك، أو شريك حياتك اللي بيحسسك إنك مش كفاية وإنك ما تستاهلهوش. المشكلة إن ممكن أغلبنا يكون واقع في علاقة سامة بتسبب له أذى من غير ما يلاحظ. وعلشان كده خلينا ننتقل للنقطة التانية اللي هتوضح لنا علامات العلاقة السامة. العلاقات السامة لها علامات كتيرة، ومن أهم العلامات دي ممكن تكون الإهانة المستمرة تحت ما يسمى الهزار. في الغالب أنت ممكن يكون عندك الصديق اللي بيحاول يقلل منك أو يهينك قدام الآخرين بأسلوب أنت مش بتحبه، حتى لو الأمر بيضايقك. على سبيل المثال ممكن يقولك أنت غبي ومفيش منك لازمة، بس أنت حبيبي، ويتمادى ويزيد بالسخرية منك علشان عارف إنك مش هتزعل. ولو جيت في يوم توقفه يحاول يستظرف أكتر إن أنت اللي حساس زيادة عن اللزوم، وإنه هو بيهزر معاك بس علشان بيحبك. والحقيقة اللي بيعمل كده هو بيقلل منك قدام الناس. كمان من ضمن العلامات التانية هي التلاعب العاطفي، واللي ممكن يكون شكل من أشكال الابتزاز، اللي هو لو بتحبني هتعمل كده ولازم تضحي اكتر علشان تثبت لي انك بتحبني، او لو سبتني انا هموت نفسي لاني ما اقدرش اعيش من غيرك. ويفضل يهددك انه هينتحر لو بعدت عنه، او انه يرمي اللوم عليك ويقول لك كل اللي انا فيه دلوقتي او كل مشاكلي بسببك، ووجودك في حياتي هو سبب خسارتي او فشلي، ويبدا يلومك على اسباب انت مالكش اي ذنب فيها. كمان من ضمن العلامات انه يحاول يعزلك اجتماعيا او يبعدك عن الناس اللي حواليك، بانه يفضل يسيء لاهلك او اصدقائك بحيث انك تبعد عنهم وما يفضلش حد في حياتك غيره، بحيث يخليك تتعلق بيه وتخسر كل اللي حواليك. بعد ما تعمل كده هو يقدر يتحكم فيك، لانه خلاص عارف بانك مش هتقدر تبعد عنه، لانه الشخص الوحيد اللي بقى في حياتك. من ضمن العلامات اللي بتظهر بعد وقت كبير، والنقطة الأصعب، إنه يعيشك في تناقض. النهارده بيقول لك أنت حياتي، وبكرة بيقول لك أنت سبب تعاستي. ده بيخليك دايما في حالة توتر، فتحاول تثبت إنك تستاهل حبه، وإن حرفيا تقيد صوابعك العشرة شمع بس علشان يرضى عنك. والعلامة الأخيرة واللي بتسبب لك ضرر، إنه وجود الشخص ده بحياتك بيخليك دايما عامل زي البطارية الفارغة. بعد ما تتكلم معاه تحس انك تعبان نفسيا وجسديا، عايز تنام بس علشان تبعد عنه او تهرب منه. المشكله ان الاحاسيس الزياده دي بتاثر في الجسم، فالجسم بيتفاعل مع التوتر المستمر بسبب ان نفسيتها بقت في الحضيض بسبب العلاقات دي. العلاقه السامه دي مش مشاكل عاديه، دي علاقه بتدمرك ببطء. ما تستناش انك تتدمر بالكامل بس علشان تتصرف او تلحق نفسك، لا، انت لازم تاخد بالك وتبدا من دلوقتي. ده يوصلنا لنقطه العلاج. تعمل ايه لو اكتشفت انك في علاقه سامه؟ ممكن يكون صعب انك تبعد في علاقة، أو في علاقات مش هتتخلص منها حتى لو كانت مؤذية، مثلا لو حد من عيلتك. فالحل هنا انك تحاول انك تحط حوالين منك حدود، يعني اتعلم تقول لا من غير ما تحس بالذنب. حتى لو حد بيتكلم معاك بطريقة تضايقك قول له الكلام ده مش عاجبني وبلاش تقوله تاني. مثلا لو اخوك الكبير دايما بيتريق عليك قدام الناس قول له بهدوء او بينك وبينه انا مش بحب الهزار ده، لو سمحت بلاش تعملها تاني. كمان انت محتاج تقرر امتى تسيب. لو حاولت تحل المشكلة ومفيش فايدة يبقى لازم تبعد عن العلاقة دي، ولازم تتقبل ان بعض العلاقات بيكون صعب انك تغير الطرف التاني، ودورك مش انك تغيره لانك مش مصلح اجتماعي، خصوصا لو كان تغييره على حساب نفسك. علشان كده مفيش حاجة تستاهل انك تضحي بصحتك النفسية. اخر حاجة ممكن تساعدك انك تعتني بنفسك، وانك تركز على حاجات بتخليك تحس انك كويس، حاجة تشغلك او تلهيك على انك ترجع للعلاقات اللي زي دي. على سبيل المثال بعد ما تسيب علاقة سامة جرب تعمل حاجة كنت دايما بتحلم بيها، او حاجة تشغلك عن العلاقة دي. في النهاية واخر حاجة، طبيعتنا كبشر احنا كائنات اجتماعية،
بس مفيش علاقة تبكي عليها إلا علاقتك بربنا. غير كده أي علاقة مع أي شخص بيكون عليك حقوق ولك واجبات، وإذا في طرف ما التزمش بواجباته وما حصلش على حقوقه هنا بيبدأ الخلل وبتظهر المشكلة. علشان كده نصيحة أخيرة، قدم وقوم بواجباتك ولكن ما تنساش برضو تاخد حق. أشوفك على خير. سلام.